السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال ووحوش تانية إعدادي من كل مكان. عاملين إيه؟ وحشني جدا والله. النهاردة فيديو مش عادي. النهاردة أنا هديك الامتحان. النهاردة هي ليلة الامتحان، يعني التركيز كله هنا عشان تضمن بإذن الله تعالى الدرجة كاملة في جيبك. ولو انت جايلي من فيديو المراجعة اللي كسر الدنيا فخد قلبي وبحبك جدا. ولو لسه أول مرة تشوفني فاطمن، الفيديو ده برضو هيغنيك تماما عن أي سؤال ممكن يجيلك. ولكن لو انت طالب مجتهد وبتحب تعمل كل اللي عليك عشان تقفل الامتحان ولسه عندك وقت ياما، فانت ممكن برضو تخش تشوف فيديو المراجعة الكبير، هتلاقي في الرابط فوق هنا، وهتلاقي برضو سايب لك رابط الفيديو موجود تحت في وصف القناة، معاه الPDF بتاع الأسئلة 26 صفحة بالمجان من غير أي فلوس خالص. فاطمن ما تقلقش. وبرضو لو انت قلقان في فيديو النهارده فانا هديك الملف بتاع تلخيصة البوصلة، ورقة واحدة فيها المنهج وش وظهر اللي فيها الامتحان. فما تقلقش برضو، وكمل الفيديو للنهاية عشان تعرف ازاي تاخد تلخيصة البوصلة وتقفل بيها الامتحان يا ولد. انت ان شاء الله كده بسم الله لما تخلص حصة النهاردة هتبقى بإذن الله تعالى عرفت جميع أسئلة بما تفسر اللي هتجيلك في الامتحان، وهتكون برضو عرفت أي سؤال من النتائج يجيلك تعرف تجاوبه ازاي عن المنهج، وهتعرف كل ما هو يخص دلل أو اثبت صحة العبارة. فبالتالي انت كده هتقدر تكون بإذن الله تعالى تضمن تقفيل الدرجة النهائية، هتقفل الامتحان بإذن الله تعالى. هتقولي طب مستر سؤال ما المقصود أو عرف، أو كمان سؤال ما العلاقة؟ هقول لك احنا هرسناهم قوي 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 بالتفصيل في المراجعة الكبيرة. فلو انت أول مرة تشوفني إياك تنسى تبص على أول المراجعة وآخر المراجعة. أول المراجعة فيها أهم 9 مفاهيم وما المقصود في المنهج كلها مستحيل يخرج لك عنهم، وهتلاقي في آخر الفيديو أعتقد 6 أسئلة ما العلاقة، أهم ما العلاقة اللي موجودة في المنهج. فيلا بسم الله نبدأ. لو جه قال لك السؤال الأولاني اللي كلنا عارفينه، لو قال لك بما تفسر ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، الزيادة الطبيعية اللي احنا عارفينها الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، ليه بقى بيرتفع في قارة آسيا؟ هتقول لي مستر مرتفع يعني أكيد مواليد أعلى وفيات أقل. مظبوط يا حبيب قلبي، ما هو قال لك ارتفاع المواليد عن معدل الوفيات. ارتفاع المواليد عن إيه؟ عن معدل الوفيات. يبقى من الآخر المواليد بترتفع عن ايه؟ عن الوفيات يا حبيب قلبي. طيب لو جه قال لك بما تفسر هجرة السكان الى قارة اسيا بالاخص دول الخليج العربي، ايه السبب اللي بيخلي الناس تروح للخليج العربي بالذات؟ هتقول لي فرص العمل، اقول لك برافو عليك. يبقى قال لك ايه؟ بسبب توافر فرص العمل فين؟ في الخليج العربي. طيب لو قال لك تعد قارة اوروبا يا حبيب قلبي من القارات الجاذبة للمهاجرين من مختلف العالم، ليه اوروبا بالذات هي مقصد اي مهاجر من اي دولة في دول العالم؟ هقول لك لان فيها فرص عمل يا حبيب قلبي، ده كمان فيها عوامل الامن للاجئين. ولو تفتكر في الحصه اللي فاتت قلت لك ايه؟ ان اي واحد بيقابل مشكله سياسيه في بلده او حتى مشكله لها علاقه بالحروب والصراعات بيسيب بلده ويروح اوروبا، بيلاقي هناك امن ليه ولاي لاجئ تاني. يبقى في عوامل امن للاجئين بالاضافه لان هناك في فرص تعليميه وبحثيه. اي حد عاوز يتعلم تعليم عالي قوي وبيرفكت متكامل هناك ويكمل دراسته في الابحاث العلميه هيروح هناك اوروبا. يبقى دول 3 اسباب يخلوا اي حد يفكر يهاجر في اوروبا. كويس. بما تفسر تعد جزيره جاوا او جزر اليابان من اكثر المناطق ازدحاما بالسكان في العالم، ليه؟ بسبب توافر التربه الخصبه. بسبب توافر ايه؟ التربه الخصبه. يقل عدد السكان في المناطق الشماليه بقارتي آسيا وأوروبا. يبقى بيقل فين؟ في آسيا وأوروبا. المناطق الشمالية في آسيا اسمها سهول سيبيريا، بيقل فيها السكان. طيب ليه؟ قال لك بسبب شدة البرودة.
بسبب ايه؟ شدة البرودة، سواء اسيا او حتى اوروبا في الشمال هناك عندهم شديد البرودة. ايه تاني؟ قال لك التربة المتجمدة طوال العام. التربة الزراعية نفسها متجمدة، مستحيل تزرع، فهي متجمدة طول السنة كلها. هيكون فيها سكان؟ اكيد لا. ايه تاني يا حبيب قلبي؟ قال لك صعوبة المواصلات. لو جه قال لك كل تعداد السكان في بعض المناطق الجبليه ولا هضبيه، لو تفتكر يا حبيب قلبي قلت لك ده بسبب التضاريس الوعره. بسبب ايه؟ التضاريس الوعره والتربه الفقيره. يبقى بسبب ايه؟ التضاريس الوعره يعني الصعبه، والتربه الفقيره ما فيهاش اي نوع من انواع المحاصيل او الخيرات. طيب هنا قال لك تعتبر شبه الجزيره العربيه ذات كثافة سكانية منخفضة ونادرة. ليه شبه الجزيرة العربية تعتبر فيها كثافة سكانية منخفضة؟ هقول لك لأن هناك منطقة صحراوية. شبه الجزيرة العربية نفسها هي تعد من المناطق الصحراوية، واللي هي مشهورة فيها إيه؟ جفاف، ندرة مياه، جفاف، ندرة مياه، وصعوبة الطقس. يبقى عندي جفاف، هناك مفيش امطار، وبرضه كمان مفيش مياه، الانهار هناك قليله قوي، وبرضه كمان انا عندي الطقس صعب قوي. تلاقي الدنيا ولعه في عز الصيف في النهار، وتلاقي بالليل تلج، سواء حتى كان صيف او حتى شتاء، الطقس نفسه مش مفهوم. يبقى قال لك ايه؟ قال لك بسبب ندرة المياه والجفاف وايه؟ صعوبة الطقس يا حبيب قلبي. طيب لو جه هنا يا جميل وقال لك ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج العربي. ليه الذكور مرتفعين قوي في الخليج العربي؟ فاكر يا ولا لما قلت لك ان الخليج العربي فيه فرص عمل، عشان كده فيه هجرة، صح ولا لا؟ مين اللي بيهاجر يا ولا؟ مين اللي بيشتغل اكتر؟ البنات ولا الولاد؟ الولاد طبعا. فتلاحظ ان الرجاله الشباب الذكور بيهاجروا ويسيبوا بلادهم ويروحوا الخليج العربي عشان يشتغلوا. يبقى بالعقل كده انهي هناك اكتر، الذكور ولا الاناث؟ برافو عليك، الذكور. عشان كده يا حبيب قلبي هناك الذكور اكتر. يبقى هنقول ايه؟ بسبب هجرة العمل. يبقى ارتفاع نسبة الذكور في شبه الجزيرة العربية او سوري في الخليج العربي. ليه؟ قال لك بسبب هجرة العمل إلى دول قارة آسيا، بس بالأخص دول الخليج العربي. دول الخليج ايه يا ولا؟ دول الخليج العربي. طيب لو قال لك انخفاض نسبة الذكور في اوروبا، هناك الذكور بيعاملوا معاملة العملة الذهبية، هناك الذكور بيعاملوا معاملة الماس. طب ليه يا حبيب قلبي؟ عشان خاطر الذكور هناك قليلين قوي. الذكور، عارف انت المثل يقول لك الرجاله ماتت في حرب، هم فعليا ماتوا في الحرب. في الحرب العالميه الثانيه خسرت اوروبا ذكور كتير قوي وشباب كتير قوي، فخلى عندهم نسبه الذكور اقل بكتير من نسبه الاناث. يبقى بسبب ايه؟ انخراط. يعني دول اوروبا دخلت في حروب العالميه الثانيه مما افقدها كثيرا من الشباب الذكور، افقدتها كثير من الشباب الذكور يا حبيب قلبي. طيب هنا يجي يقول لك قصر مدة حكم الولاة في مصر اثناء العصر العباسي الثاني. يبقى ليه يا حبيب قلبي؟ قال لك بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي الثاني. يبقى بسبب ايه؟ ضعف ايه يا ولا؟ ضعف خلفاء العصر العباسي الثاني، بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي الثاني. بس فرق يا حبيب قلبي ما بين قصر مدة حكم العصر العباسي الثاني وبين قصر مدة حكم الولاة في الدولة العثمانية، وشوية هنعرف ليه. طيب هنا يقول لك ظهور الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني. شايف اللي فوق؟ هي قال لك ضعف الخلفاء العباسيين. يبقى ليه ظهر دول مستقلة؟ دول مستقلة يعني استقلوا عن الخلافة العباسية، بقوا مستقلين. يبقى أكيد الخلفاء العباسيين ضعاف، يبقى بسبب ضعف الخلفاء العباسيين وبعد مصر بعيدة عن إيه؟ عن مقر الخلافة العباسية. فين يا ولا؟ في بغداد. يبقى مصر بعيدة عن إيه؟ عن مقر الخلافة العباسية اللي موجودة فين؟ موجودة في بغداد بالعراق.
موجوده فين يا ولا؟ بغداد بالعراق. يبقى قال لك بعد مصر عن مقر الخلافه العباسيه فين؟ في بغداد، اللي هي في انهي دوله؟ بالعراق. طيب كان خلفاء الدولة الإسلامية يهتمون باختيار صاحب الشرطة للخليفة الإسلامي. كان مركز أوي مع صاحب الشرطة لأنه ينوب عن الوالي. يبقى صاحب الشرطة كان بينوب عن مين؟ الوالي. يعني ينوب يعني بيقعد مكان منه، بيحكم مكانه، بينوب عنه في إيه؟ قال لك في حالة غيابه الوالي، فنفترض خرج في حرب، مين هيحكم البلد لحد الوالي ما يجي؟ صاحب الشرطة. صاحب الشرطة هيحكم البلد. هل هو أمين؟ هل هو شخص يؤتمن؟ يبقى من الآخر أوقات كان بيتدخل في اختياره مين؟ كان الخليفة. وليه كان بيركز معاه قوي؟ عشان خاطر كان له منصب مهم، ألا هو إن هو كان بينوب عن الوالي في حالة غيابه. طيب لو جاء قال لك يا حبيب قلبي استقدام الخليفة معاوية ابن أبي سفيان خبراء في صناعة السفن، استقدمهم يعني بعت لهم يجوا. طب بعت لهم منين؟ من مصر إلى عكا. أهي عكا دي يا حبيب قلبي في الشام. يبقى برضك ممكن يقول لك إيه يا ولا؟ ممكن يقول لك في مصر، من مصر إلى الشام، ما يقولكش عكا. تقول لي ازاي؟ هقول لك ما هي عكا في الشام يا حبيب قلبي. طيب لو قال لك استقدام الخليفة معاوية أمهر وخبراء الصناع في صناعة السفن منين؟ من مصر إلى عكا. طب ليه؟ من الآخر هو عاوزهم يساعدوه في الصناعة، يعني هياخد من خبراتهم، يعني هيستفيد منهم. يبقى للاستفادة منهم. للإيه؟ للاستفادة منهم فين؟ في دار الصناعة الجديدة اللي هناك موجودة بتصنع السفن. يبقى الاستفادة منهم في دار صناعة السفن. يبقى للاستفادة منهم في دار صناعة السفن. حبيبي ركز معايا هنا، احنا كده دخلنا على الدولة الطولونية. ضعف وسقوط الدولة الطولونية. ليه الدولة الطولونية ضعفت وسقطت؟ قال لك بسبب تنافس الأمراء بتوع الدولة الطولونية كانوا متنافسين، بيتنافسوا على إيه؟ على الحكم. الكلام ده بعد إيه؟ بعد مقتل خمراوية. الراجل ده كان راجل قوي، كان حاكم قوي. لما قتل خمراوية الأمراء اللي كانوا حوالينه بدأوا يتنافسوا على الحكم، بيتخانقوا على الحكم سوا، في صراع ما بينهم. عشان كده هيبدأ الجنود اللي هم بتوع الفرقة العسكرية اللي هناك، الجنود هيبدأوا يتدخلوا في شؤون الدولة الطولونية. هيبدأوا يدخلوا فين؟ في شؤون الدولة الطولونية، هيتدخلوا في الحكم، ودي مصيبة ما ينفعش. طب ايه اللي حصل بقى؟ هنا بقى الخليفة العباسي هيستغل الموقف وهيبعت محمد سليمان. يبقى الخليفة العباسي المكتفي بالله أرسل قوة عسكرية على رأسها محمد سليمان. طب ليه؟ عشان خاطر يستعيد مصر. يبقى لاستعادة ايه؟ لاستعادة مصر. غالبا كان القلم ده باظ، نشوف غيره. يلا يبقى قال لك ايه يا ولا؟ قال لك لاستعادة مصر. طيب هنا يقول لك بناء قناطر احمد بن طولون. احمد بن طولون بنى قناطر في مصر. يا حبيبي. طب ليه؟ عشان يدخل الميه لمدينه القطائع. يبقى لتزويد مدينه القطائع بالمياه. يبقى هو عاوز يدخل الميه للمدينه بتاعته اللي اسمها مدينه القطائع، يدخل لها الميه. حلو. طيب هنا قال لك تسمية الدولة الفاطمية بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي على الحبيب قلبك يطيب. لو انت وصلت لحد هنا اوعى تكون نسيت ولا تعمل لايك او سبسكرايب. اياك تكون نسيت، ده بيساعد اكتر في الفيديو يكبر ونكبر مع بعض ونكسر الدنيا زي الفيديو اللي فات. كسر الدنيا بفضل الله ثم فضلك انت يا حبيبي. فلو انت مكمل معايا لحد دلوقتي اعمل لايك واعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك،
وفعل زر الجرس لو انت مش فعل زر الجرس، واكتب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عاوز تانية اعدادي، عايز دفعه تانية اعدادي تكسر التعليقات كلها الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاياكم تبخلوا عليا بالثواب وعلى نفسك بالثواب. يلا صلوا على النبي، وكل واحد كده يقول هو منين برضه، محافظه ايه، عشان نعرف انهي محافظه تكسب التانية. طيب هنا بقى يقول لك ايه؟ قيام جوهر الصقلي ببناء مدينه القاهره. ليه يا حبيب قلبي جوهر الصقلي بنى مدينة القاهرة؟ قال لك حتى تكون عاصمة مصر. يبقى جوهر الصقلي هو اللي عمل القاهرة عشان تكون عاصمة لمصر. طيب هنا بقى يقول لك الفاطميين كانوا مهتمين ببناء جيش وأسطول قوي. ليه؟ من الآخر هم محتاجينهم في التوسع، عاوزين يكبروا الدولة، يبقى حاجة الدولة إليهما في فتح بلدان جديدة. هم عاوزين يفتحوا أكتر من بلد تانية، فمحتاجين قوة عسكرية تساعدهم في ده، عشان كده ركزوا مع الجيش والأسطول. طيب إيه تاني؟ مش هم جم استولوا على مصر، هم خايفين بقى حد تاني يجي يستولى عليهم، فعشان كده عاوزين يحموا حدود الدولة. ومين هيعمل كده؟ الجيش والأسطول. ده كمان عايزين ينشروا الأمن والأمان حتى لا تقوم فوضى. يبقى حتى لا تقوم فوضى. هنا قال لك اهتم الفاطميين بزراعة الغابات. مش هو عاوز يعمل أسطول عسكري؟ الأسطول ده يعني سفن حربية وممكن يستخدموها في التجارة برضه، بس احنا بنتكلم عن أسطول عسكري، يبقى سفن حربية. السفن دي وقتها كانت بتتعمل من الخشب يا حبيب قلبي. الخشب ده بيجي من ايه؟ من أشجار الغابات. يبقى ليه؟ لاستخدام أخشبها، برافو عليك، في بناء الأسطول الحربي والتجاري. يبقى ممكن استخدمه في الاسطول الحربي والاسطول التجاري. برافو عليك يا حبيب قلبي، خد قلبي تاني يا ولا، صلي على النبي يا ولا. طيب هنا يقول لك قيام صلاح الدين الايوبي ببناء قلعة الجبل. ليه عمل قلعة الجبل؟ حتى تكون مقرا للحكم ولتدريب الجيش، عشان تكون مقر الحكم ومركز لتدريب الجيش يا حبيب قلبي. دي ايه دي؟ دي قلعة الجبل. قلعة ايه؟ قلعة الجبل. طيب تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم. ليه سموا الحملة الصليبية بهذا الاسم؟ لأن جنودها اتخذوا من الصليب شعارا لهم، فسميت بالحملات الصليبية. طيب يبقى ليه؟ لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم. هنا يقول لك خروج 3 قوى من دول غرب أوروبا. من غرب إيه؟ من غرب أوروبا. طيب ال3 دول دول اللي خرجوا من غرب أوروبا خرجوا بعد إيه يا حبيبي؟ بعد معركة حطين. خرجوا بعد معركة حطين. مين اللي كان في المعركة؟ ما هو كان صلاح الدين الأيوبي هو اللي كان في المعركة، وقدر يسترد بيت المقدس من يد الصليبيين. قدر يرجع بيت المقدس لأحضان أهلها العرب والمسلمين والمسيحيين. يبقى ليه خرج ال3 دول بتوع غرب أوروبا اللي هم بريطانيا اللي هي إنجلترا، فرنسا وألمانيا؟ ليه خرجوا في حملة عسكرية رايحين للعالم الإسلامي، رايحين للمشرق الإسلامي؟ يبقى خروج 3 قوى من غرب أوروبا بعد معركة حطين إلى الشرق الإسلامي. ليه؟ قال لك محاولة لاسترداد بيت المقدس. هم عاوزين من الآخر يرجعوا من تاني بيت المقدس. هيرجعوها لمين؟ ليهم هم يعني. طيب هل هم نجحوا؟ مالناش دعوه نجحوا ما نجحوش، هم ما نجحوش، بس الكلام ده بعد ايه؟ بعد فتح صلاح الدين الايوبي له لايه؟ لبيت المقدس. هنا يقول لك اهتم الايوبيون باستخراج التعدين. ليه الايوبيون كانوا مركزين قوي مع التعدين؟ يعني كان بيعملوا عملية تعدينية، بيستخرجوا معادن. ليه يا حبيبي؟ هم عايزين يستخدموه في تصنيع الأسلحة اللي بيستخدمها
الجيش. يبقى بما تفسر ركز الأيوبيون مع التعدين أو مع عملية التعدين أو مع النشاط التعديني أو مع استخراج التعدين، هقول له حيث كانوا يستخدمون ذلك لتصنيع أسلحة الجيش أو استخدامه في تصنيع الأسلحة اللازمة للجيش. طيب هنا يقول لك عقد صلح الرملة. عقد صلح الرملة، ايه هو صلح الرملة ده يا ولا؟ الصلح اللي بين ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي. ليه بقى اتعمل صلح الرملة ده؟ قال لك بسبب ايه؟ عجز ريتشارد قلب الأسد، يعني ما قدرش، فشل، ما عرفش يكمل الحرب. عجز ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا. ملك ايه يا ولا؟ ملك انجلترا اللي هي بريطانيا. امام مين؟ امام صلاح الدين الايوبي. ما قدرش يكمل لوحده قدامه، فعشان كده اضطر الى عقد صلح الرملة. طيب نيجي هنا، لو قال لك تلخيص البصلة قالت لنا ايه في السؤال ده يا ولا؟ قالت قيام السلطان بيبرس. قيام السلطان بيبرس عمل ايه؟ بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة. ركز، هو أحياها فين؟ أحياها في القاهرة. فين يا حبيب قلبي؟ في القاهرة. طيب ليه بقى عمل كده؟ قال لك عشان يثبت أو يوطد، يعني تثبيت، توطيد حكمه على عرش مصر. هو عاوز يطمن ان هم يرضوا عنه لما يرجع الخلافة العباسية، هيرضوا عنه فهيخلوه زي ما هو كده على حكم ايه؟ حكم مصر. طيب هنا يقول لك انخفاض نسبة العاملين بالنشاط الزراعي. فين؟ في قارة اوروبا. ليه قارة اوروبا؟ الفلاحين اللي فيهم قليلين قوي، اي واحد بيزرع قليل هناك. عارف ليه؟ اوروبا هناك مركزة قوي على الاساليب العلمية الحديثة. الاساليب العلميه الحديثه اللي اصلا بتغنيك عن الفلاح كده كده، فهم اصلا مش محتاجين لعماله، هم عندهم اساليب علميه حديثه اللي هي الاساليب العلميه الحديثه. طيب النقطه الثانيه ان العاملين نفسهم بالنشاط الزراعي بداوا يتجهوا الى المهن الاخرى. الفلاح نفسه زهق من المهنه، لقاها ان هي خلاص بقى فيها اساليب كبيره قوي وفيها تقدم كبير وفيها اساليب علميه حديثه، وبعض الاوقات بتحتاج فلوس كتير جدا، فزهق منها وراح لمهن تانية يشتغل مهن اخرى. يبقى الاتجاه الى مهن اخرى. طيب يجي يقول لك تحتل قاره اسيا المركز الاول، رقم 1 في مساحه الاراضي. ليه؟ بسبب ايه؟ هي اراضي الاول اراضي زراعيه. طب بسبب ايه؟ اتساع مساحه القاره، اتساع مساحه القاره نفسها. يبقى بسبب ايه؟ اتساع مساحه القاره. يبقى بسبب اتساع مساحه القاره. القاره نفسها اصلا كبيره، فاكيد فيها اراضي زراعيه كتير، عشان كده هي رقم 1 في مساحة الأراضي الزراعية، بعدها قارة أوروبا. تحتاج الزراعة الواسعة إلى رؤوس أموال كبيرة في قارتي آسيا وأوروبا. الزراعة الواسعة اللي معتمدة على الأساليب العلمية الحديثة اللي انا سألك من شويه، الفلاح بيزهق ويسيبها لانها محتاجه فلوس كتير قوي. ليه اصلا محتاجه فلوس؟ عشان خاطر هيحتاج فيها يوفر آلات زراعيه كتير قوي اللي هي بتحتاج تقمنص، محتاجه فلوس، دي اسمها زراعه واسعه. طيب يبقى هيحتاج فيها يوفر آلات زراعيه، بالاضافه ان هو هيعمل طرق نقل. طرق ايه؟ عشان ينقل فيها المحاصيل، طرق تمشي فيها عربيه النقل عشان تنقلها من المزرعه نفسها لحد المصنع اللي هيصنع، او لحد المورد اللي هيورد، او حتى منافذ البيع. يبقى محتاج يعمل حاجتين، يحتاج ان هو يشتري المكن والآلات الزراعية، ومحتاج كمان ان هو يعمل طرق للنقل نفسها. طيب هنا يقول لك تتميز قارة آسيا. قارة ايه يا حبيب قلبي؟ قارة آسيا تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية اكتر من قارة اوروبا. عندها محاصيل زراعية اكتر من قارة اوروبا بسبب تنوع الاقاليم المناخية. في قارة آسيا عندها اقاليم مناخية كتير جدا، فعشان كده عندها محاصيل اكتر من قارة اوروبا. طيب تساهم قارة آسيا يا حبيب قلبي بنسبة ضئيلة من محصول الرز في التجارة، بنسبة ضئيلة في التجارة الايه؟ الدولية. ركز معايا،
اسمع ركز. ايوه. طيب هنا يقول لك ايه؟ يقول لك لان معظم الانتاج يستهلك محليا. قاره اسيا فيها سكان كتير قوي، كلهم بياكلوا رز، فبيستهلك محليا، ما يبقاش كتير يتباع. هنا يقول لك يصعب زراعه محاصيل المنبهات، البن، الشاي، الكاكاو، صعب يتزرع في القارة الأوروبية. ليه؟ عشان خاطر دي محاصيل مدارية. ولو انت ما تعرفش يعني ايه محاصيل مدارية، هسيب لك لينك لفيديو كنت بقول فيه يعني ايه محاصيل مدارية. طيب هنا قال لك محاصيل مدارية اللي هي المنبهات ما ينفعش تتزرع في القارة الأوروبية، لأن أوروبا نفسها عندها مناخ معتدل وليس مناخ مداري حار. ما عندهاش مناخ مداري حار، هي عندها مناخ معتدل، وده ما يناسبش المحاصيل بتاعت المنبهات. طيب يبقى لأن هذه المحاصيل محاصيل مدارية، على عكس قارة أوروبا تقع في المناخ المعتدل أو ذات المناخ المعتدل. يقول لك بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمحصول المطاط. ليه المطاط محصول مهم؟ يبقى ايه هي اهميته؟ هي صناعة الاطارات، كاوتش العربية او كاوتش الطيارة ده بيكون مصنوع من المطاط. طيب هنا يقول لك تحتل قارة اسيا المركز الاول عالميا في اعداد الابقار. هنقول له بسبب ايه؟ 3 حاجات يا ولا. بسبب اتساع المراعي، عندهم مراعي واسعة قوي، وعندهم وفرة الأعلاف، أعلاف كتير قوي، عندهم أعلاف بكل الأشكال والأنواع. إيه تاني؟ والرعاية البيطرية بالقارة، عندهم هناك اهتمام بالرعاية البيطرية، ألا وهو طب الحيوانات، اسمها الطب البيطري. يبقى من الآخر ليه؟ بسبب اتساع القارة، اتساع المراعي الطبيعية، بسبب وفرة الأعلاف، بسبب الاهتمام والرعاية بالصحة البيطرية. طيب هنا يقول لك ايه بقى؟ يقول لك تراجع مساحات المراعي الطبيعية في قارة آسيا وقارة أوروبا. يبقى من الآخر المراعي الطبيعية بدأت تقل في آسيا وأوروبا. ليه بتقل في آسيا وأوروبا؟ يبقى أكيد 100% هيجي واحد هيبني عليها حاجة، يبقى زحف عمراني. برافو عليك، زحف ايه ولا؟ زحف عمراني او التوسع الزراعي على حساب الارض بتاعه المراعي. يبقى من الاخر الزحف العمراني والرعي الجائر. يبقى واحد هيبني بيت مكان المرعى ده، فهيشيل الحشيشه اللي فيها اللي هي الحشائش، وهيبني مكانها قريه او بيت او فندق او اي حاجه. طيب او هيجي واحد يرعى الاغنام لحد ما يخلصوا كل الحشيش كلها ويدمروا الارض، او هيجي واحد تاني ويزرع مكان الحشائش، هيشيل الحشائش ويزرع مكانها محاصيل. يبقى بسبب ايه؟ الزحف العمراني والرعي الجائر والتوسع الزراعي، وكل ده على حساب الاراضي بتاعت المراعي نفسها. فعشان كده بتقل المراعي الطبيعيه في اسيا وفي اوروبا. هنا يقول لك يا حبيب قلبي ركز معايا، يقول لك اتجاه الدول الاسيويه يا جميل، اتجاه الدول الاسيويه الى الاستزراع السمكي. بدأوا يعملوا مزارع سمكية. يعني ايه؟ يعني يجيبوا احواض فيها مية ويحطوا السمك والاكل، ويبدأ ان هو السمك يتغذى ويكبر ويكبر ويكبر. طب ليه يا حبيبي؟ عشان خاطر هم عندهم اعداد كبيرة قوي، فالاسماك الطبيعية اللي هناك بتاعت الانهار والبحيرات والبحار مش مكفية، عشان كده محتاجين يأكلوا اسماك زيادة ويربوا اكتر عشان يكفوا السكان. يبقى بسبب ايه؟ بسبب الزيادة السكانية، الزيادة السكانية الكبيرة بالدول الآسيوية. طيب يقول لك تأخر انتقال الثورة الصناعية، تأخر انتقال الثورة الصناعية الأولى إلى الدول الآسيوية. ليه اتأخرت؟ بسبب كان وقتها معظم دول الآسيوية كلها كانت مستعمرة في الوقت ده. يبقى بسبب ايه؟ الاستعمار الذي احتل معظم دول القارة الآسيوية. عشان كده هتلاحظ ان الثورة الصناعية الأولى اتأخرت كتير قوي عن قارة آسيا يا حبيب قلبي. طيب هنا يقول لك ايه؟ يقول لك اعتماد المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية اعتمدت على مصطلح الثورة الصناعية الخمسة. اعتمدوا مصطلح الثورة الصناعية الخمسة يا حبيب قلبي. طيب ليه يا مستر؟ قال لك عشان خاطر يحققوا التوازن بين الإنسان والتكنولوجيا. يبقى لتحقيق التوازن بين الإنسان والتكنولوجيا إيه تاني؟ قال لك عشان برضو يحافظ على استهلاك الطاقة عشان يحقق التنمية المستدامة. هنا قال لك تشتهر منطقة اللورين. منطقة ايه؟ منطقة اللورين مشهورة بايه؟ بصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية. ليه؟ صناعة حديد وصلب يبقى كده عندها خامات الحديد والصلب، يبقى لأنها تتوفر لديها خامات الحديد، عندها خامات ايه؟ الحديد اللازمة لصناعة الحديد والصلب. يبقى أول إجابة لو قال لك إن منطقة اللورين اللي موجودة في شمال شرق فرنسا ليه مشهورة بصناعة الحديد والصلب؟ هتقول له لأنها عندها خامات الحديد، عندها في أرضها عندها خامات الحديد، ودي حاجة لازم تكون موجودة عشان أصنع حديد وصلب. طيب ليه بقى عندها صناعات كيماوية؟ لأنها عندها رواسب ضخمة، يعني عندها أملاح وبوتاسيوم، عندها رواسب ضخمة من الأملاح والبوتاسيوم، ودول بيخشوا في الصناعات الكيماوية. صناعات الايه؟ الكيماوية، الأملاح والبوتاسيوم. يبقى لأنها تمتلك رواسب ضخمة من الأملاح والبوتاسيوم اللازمان في دخول الصناعات الكيماوية. طيب هنا يقول لك ايه يا حبيب قلبي؟ يقول لك تعد مدينة البتراء. مدينة البتراء هي واحدة من أشهر المواقع. البتراء من أشهر المواقع التاريخية في الأردن في غرب آسيا. ليه؟ لأن مدينة البتراء كانت مأهولة بالسكان في فترة من التاريخ بتاع زمان قوي. بس ده مش المهم، ده الأهم أكتر إن هي كانت مبنية على نصفين. نصف تم بناؤه كبناء اتبنى على الأرض عادي، يبقى تم بناؤه ايه؟ كبناء. والنصف الآخر تم بناؤه أو تم حفره داخل الجبال. يبقى النص التاني اتبنى جوه الجبال، حفروا جوه الجبل وعملوا بناء جواه. استخدموا فيها التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة. طيب يقول لك مدينة القدس القديمة، نقول للقدس القديمة خدوا قلوبنا كلكم وربنا معاكم وما تنسوش تدعوا لاخواتنا. طيب هنا قال لك ليه القدس مدينة مهمة بالنسبة للسياحة؟ هقول له ان فيها كنيسة القيامة. فيها ايه؟ فيها كنيسة القيامة. طيب وفيها حائط البراق. حائط الايه؟ حائط البراق. وفيها قبة الصخرة. فيها ايه يا حبيب قلبي؟ فيها قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة اللي تم بناؤه في القرن السابع الميلادي، واللي هناك بيشتهر بالزخارف الهندسية والنباتية. يبقى اشتهر مسجد قبة الصخرة بنوعين من الزخارف، زخارف هندسية أشكال هندسية وزخارف نباتية. طيب يبقى ده عرفنا أسباب شهرة مدينة القدس في السياحة. طيب هنا يقول لك تمثل مدينة البندقية في إيطاليا. المدينة دي جامدة قوي، هي مقصد للسياحة. ليه يا حبيبي؟ لك أن تتخيل إن المدينة دي بالكامل اتأسست فوق أرخبيل. فوق إيه؟ أرخبيل. يعني إيه أرخبيل؟ يعني مجموعة من الجزر حوالين بعض. الأرخبيل ده مكون من 118 جزيرة. من كام؟ 118 جزيرة صغيرة المساحة. حلو. هي بقى اتبنت على جزيرة منهم، فتبان كأنها عايمة على وش المية، فتبص كده عليها تحس ان في مدينة كاملة عايمة على وش المية. المنظر خرافة خالص. يبقى قال لك ايه؟ قال لك تبدو كأنها تطفو على مياه البحيرة. تطفو على مياه ايه؟ البحيرة، لتمثل مشهدا طبيعيا لا ينسى. طيب أهمية إنشاء المنظمات
الإقليمية. ليه مهم قوي في إنشاء المنظمات الإقليمية أو حتى الاتحادات الدولية؟ عشان 3 حاجات. لما بنعمل أي منظمة إقليمية بيبقى في هدف من ال3 أهداف دول، إما عشان أعزز المصالح المشتركة، يعني الدول اللي فيها نكون حلوين مع بعض وصافي يا لبن وحليب يا قشطة، فنعزز يعني نقوي المصالح المشتركة، أو عشان نحقق التنمية، هحقق تنمية اقتصادية أو تنمية اجتماعية أو تنمية ثقافية، علوم ودراسات وأبحاث. طيب، أو هحقق السلام، هعمل سلام بين الدول دي كلها واعمل سلام يعم العالم كله، ميبقاش فيه صراعات. ممكن برضو يكون في هدف ان انا عايز اعمل رؤية افضل لمستقبل الاجيال القادمة. هقول لك زي ايه؟ فاكر مصر ودورها في الاجندة الافريقية اللي هي افريقيا التي نريدها؟ اهي الدور بتاع مصر وقتها ده كان دور داخل منظمة، داخل الاتحاد الافريقي، كان بيهدف الى تنمية ورؤية أفضل لمستقبل الشباب نفسه، مستقبل الأجيال القادمة. ما دي برضك من ضمن أهداف المنظمات. هنا دي حتة مهمة قوي. يقول لك ليه عملوا منطقة تجارة حرة بين أعضاء دول رابطة آسيان، اللي هي دول جنوب شرق آسيا، بيقولوا عليها اسمها آسيان. بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا ده عليها دولة آسيان. ليه آسيان كانت مركزة تعمل حاجة اسمها منطقة تجارة حرة؟ كل اللي فيها عاوز يبيع أي حاجة يبيعها بدون جمارك. يبقى عشان إيه؟ بدون جمارك. يبقى عايزين يرفعوا القيود الجمركية. برافو عليك. يبقى هنا يقول لك إيه يا حبيبي؟ لإلغاء القيود الجمركية مما يعزز التبادل التجاري. ده هيشجع الدول ان هي تتبادل تجاريا وكل واحد يبيع عند التاني ونساعد بعض في التجارة افضل. يبقى مما يعزز على التبادل التجاري والاستثمار في جميع المجالات. طيب، هنا يقول لك بقى ايه؟ توقيع مصر لمعاهدة الصداقة مع مين؟ مع رابطة آسيان. ليه عملنا مع آسيان معاهدة اسمها معاهدة الصداقة؟ عشان خاطر نحسن الجودة الإنتاجية لمصر، بالأخص في مجال الاستزراع السمكي، وده اللي دول الأعضاء بتوع آسيان شطار قوي فيه. الاستزراع السمكي اللي موجود في آسيا بشكل كبير قوي يا ولد، هم هناك شطار قوي فيه. فمصر عايزة تحسن الجودة الإنتاجية بالأخص في الاستزراع السمكي. طيب، لو انت وصلت لحد هنا صلي على النبي تاني. صليت صح؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عارف ومصدقك. انزل صلي على النبي تاني. صليت يا ولد؟ طيب، هنا بقى يقول لك ايه؟ هنا نكمل عشان خلاص قربنا نخلص بمتفسر خالص. اياك تيأس ولا حتى تزهق، كمل وذاكر. هنا يقول لك ايه؟ يقول لك اعتماد السلطان تومان باي. ركز معايا، هنقول له باي باي. تومان باي اللي ساب المعركة وقال للجنود ايه؟ باي باي، وفلق وجري، هرب لحد ما جاب من قفاه وتم قتله. مين ده؟ السلطان تومان باي باي. مين ده؟ تومان باي هو اللي أثناء المعركة فر هاربا حتى تم القبض عليه وإعدامه. طيب، هنا قال لك اعتمد السلطان تومان باي على الجنود المرتزقة اللي بياخدوا فلوس وبيحاربوا عشان الفلوس. ومين تاني؟ والعبيد الخدامين اللي عنده ضد العثمانيين. ليه؟ من الآخر هو عاوز يزود عدد بسبب ايه بقى؟ نقص القوة البشرية. يبقى عاوز يسد النقص بتاع القوة البشرية، عنده قلة عدد قوي. قدام مين؟ قدام العثمانيين. الكلام ده كان فين؟ في جيش المماليك. هنا يقول لك اتجاه السلطان العثماني سليم الأول للسيطرة على اليمن. ليه اتجه السلطان العثماني سليم الأول للسيطرة على اليمن؟ ليه عاوز يسيطر على اليمن بالذات؟ عشان يخلي البحر الأحمر بحيرة إسلامية
آمنة. يبقى بهدف جعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة ضد أي اعتداءات خارجية، حتى يؤمن طرق التجارة بين المشرق والمغرب، بين بلاد العالم الإسلامي وبلاد الدول الأوروبية وبلاد الغرب. يبقى من الآخر هو عاوز يخلي البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة. مين ده؟ السلطان سليم الأول لما استولى على اليمن. طيب هنا يقول لك قصر مدة حكم الولاة في مصر أثناء الحكم العثماني. هنا نقول له خوفا أو حتى لا ينفرد بحكم مصر، عشان الوالي ما ينفردش بحكم مصر، بالأخص إن مصر بعيدة عن مقر الدولة العثمانية وصعوبة المواصلات. كان وقتها المواصلات صعبة قوي وقتها في العصر ده، عشان يوصل لك فيها شهور. فعشان كده قال لك إيه؟ حتى لا ينفرد الولاة بالحكم، أو حتى لا ينفرد الوالي بالحكم. فكان المدة من سنة ل3 سنين. من كام؟ من سنة ل3 سنين، دي مدة حكم الوالي. طيب هنا يقول لك ترك العثمانيين عدة فرق عسكرية في مصر. العثمانيين سابوا فرق عسكرية في مصر. طب ليه يعمل الحاج؟ من الآخر هم عاوزين يحافظوا على النظام ويدافعوا عن البلد. يبقى من الآخر هو عاوز يحافظ على النظام، ولو في أي حد بيهاجم على مصر القوة العسكرية دي هي اللي هتحارب وتدافع عن البلاد. وبرضه هيساعدوا في جمع الضرائب مع الملتزم. يبقى في واحد كده بيجمع ضرائب اسمه ايه؟ اسمه ملتزم. الحاملة العثمانية بتساعده في جمع الضرائب. حلو. هنا يقول لك اسناد العثمانيين إدارة شؤون الأقاليم. ادوها لمين؟ للمماليك. ايه ده؟ اعدائهم؟ ادوها للمماليك. ليه يا مستر؟ لان المماليك عندهم خبرة طويلة قوي، خبراتهم الطويلة في ادارة شؤون البلاد يا حبيبي. هم بقالهم سنين في ارض مصر، فهم ادرى من العثمانيين باهل مصر، عارفين ازاي يمشوا مع اهل مصر ويسيستموا الدنيا، ازاي يمشوا الامور. عشان كده خلوا ادارة الاقاليم لمين؟ للمماليك، عشان يمشوا الدنيا مع المصريين. برضو كمان هو السلطان العثماني مش عاوز يبقى فيه والي وفيه حامية عثمانية، يعني ده ممكن يطمع في الحكم او دول يطمعوا في الحكم. هيكون في مماليك هيحافظوا على الاثنين ويوازنوا ما بينهم وبين بعضهم. يبقى قال لك حفظ التوازن بين الوالي والحامية العثمانية، عشان يحفظوا التوازن بين الايه؟ بين الوالي والحامية العثمانية. طيب هنا يقول لك يا حبيب قلبي تدهور الصناعة بمصر خلال الحكم العثماني. ليه؟ بسبب تدهور الزراعة. ليه الصناعة وحشة؟ لأن الزراعة كانت سيئة. وليه تاني؟ قال لك بسبب نقل السلطان العثماني أمهر الصناع المصريين. السلطان العثماني نقل أمهر الصناع المصريين من مصر إلى اسطنبول في تركيا، اللي هي الأستانة، اللي هي عاصمة الدولة العثمانية. نقلهم هناك عشان كده بقت الصناعة سيئة. طيب هنا يقول لك قيام السلطان سليم الأول، قيام السلطان العثماني بنقل أمهر الصناع المصريين إلى أستانة. ليه نقلهم الأستانة بقى؟ قال لك عشان يساعدوا ويشاركوا في بناء عاصمة الدولة العثمانية اللي هي الأستانة. يبقى للمشاركة في بناء الحضارة العثمانية أو بناء عاصمة الدولة العثمانية، عشان هناك يروحوا ويساعدوا ان يكون في حضارة عثمانية هناك. عشان كده نقل الشطار من الصناع من مصر للأستانة. طيب هنا يقول لك تأخر مصر عن النهضة العلمية في أوروبا. اتأخرت مصر في النهضة العلمية عن أوروبا. ليه يا عم الحاج؟ بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على المصريين، لأنهم فرضوا العزلة على مصر واقتصار التعليم على الكتاتيب والأزهر الشريف. التعليم هناك في مصر وقتها ما كانش موجود غير في الأزهر الشريف والكتاب. يبقى كده كان في ايه؟ كان في عزلة، ما نعرفش الدنيا بره ماشية ازاي. طيب هنا يقول لك ايه؟ يقول لك تراجعت مكانة الأزهر الشريف في مصر خلال
العصر العثماني أو خلال عصر العثمانيين. الأزهر الشريف للأسف وقتها يا حبيب قلبي ما كانش له أي وجود، لأن هناك أهملوا علوم مهمة قوي زي علوم الطبيعة، وكانوا مركزين مع العلوم الشرعية. يبقى قالك إيه؟ بسبب إهمال العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية والرياضيات والطب. علوم طبيعية دي زي إيه؟ زي الفيزياء والكيمياء والأحياء، دي اسمها علوم طبيعية. وأهملوا الرياضيات وأهملوا الطب وركزوا واقتصر فيها التعليم، يعني كان التعليم عبارة بس عن قواعد العلوم الإنسانية. يبقى كان مركز على العلوم الإنسانية والشرعية، العلوم الشرعية اللي تخص الدين. يبقى اقتصار التعليم في الأزهر الشريف على العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية. زي إيه يا عم الحاج؟ زي التاريخ وزي الفلسفة وعلم الاجتماع. طيب هنا يقول لك اصطحاب نابليون بونابرت في حملته على مصر. نابليون اصطحب في الحملة بتاعته مجموعة كبيرة من العلماء. ليه؟ قال لك لأن نابليون أراد أن يجعل للحملة طابعا حضاريا. نابليون كان عاوز يخلي للحملة طابع حضاري. طابع ايه؟ طابع حضاري، عشان يقولوا هو ده نابليون اللي كان حاكم فرنسا، هو ده قائد الحملة الفرنسية، هو ده اللي احتل مصر، عمل حضارة فرنسية في مصر، هو ده نابليون. فالتاريخ يتكلم عنه، عاوز يعمل طابع حضاري عشان التاريخ يتكلم عنه. عشان كده جاب معاه علماء ورايح مصر. مش بس كده، ده عشان كمان يعرف ازاي يستغل موارد مصر. فينا قال لك ايه؟ لدراسة كيفية استغلال موارد مصر. هو عاوز يعرف ازاي هيستغل المورد اللي عندك، فجاب لك عالم في كل حاجة، عالم في الزراعة وعالم في الصناعة، في الصناعة الفلانية والفلانية، كل انواع الموارد كلها جاب فيها علماء عشان يدرسوا ازاي يستغلوا موارد مصر. طيب هنا قال لك فشل نابليون بقى في السيطرة على صعيد مصر. ليه نابليون فشل؟ ما قدرش ان هو يسيطر على اهالي الصعيد، لان اهالي الصعيد قوموا ببسالة واستماتة، وكان عندهم حروب اسمها حروب متفرقة. يبقى مقاومة اهالي الصعيد وحروبهم المتفرقة، مقاومة اهالي الصعيد وحروبهم المتفرقة التي انهكت قوة الفرنسيين. انهكت قوة الفرنسيين. ايه دي؟ مقاومة الصعيد والمعارك المتفرقة. طيب هنا يقول لك فشل نابليون بونابرت في اقتحام مدينة عكا. نابليون ما قدرش يخش عكا. ليه عكا بالذات؟ قال لك بسبب مقاومة أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار. أهل المدينة قاموا باستماتة وبسالة بقيادة القائد بتاعهم أحمد باشا الجزار. بالإضافة إلى أن الأسطول الإنجليزي كان بيساعدهم. يبقى دعم الأسطول البريطاني لمين؟ لأهالي المدينة بتاعة عكا. وهناك حصل وقتها في الفترة دي انتشرت الأمراض بين جنود الحملة الفرنسية. يبقى برضو من ضمن الأسباب انتشار الأمراض بين جنود الحملة الفرنسية. طيب هنا يقول لك رغبة كليبر في رحيل الحملة الفرنسية. كان عاوز ياخد الحملة ويرجع تاني بلده فرنسا. ليه؟ قال لك لصعوبة مواجهة الأخطار التي تهدد قوات الحملة الفرنسية. هنا يقول لك لم يسمح للمصريين بالعمل في المصانع اللي أنشأها الفرنسيين. فاكر مين ولما عمل إصلاحات في القضاء وفي الصناعة والكلام ده كله؟ لما عمل وقتها مصانع، وقتها مينو منع المصريين من العمل في المصانع دي حتى لا تتسرب أسرار الصناعة للمصريين. يبقى حتى لا تتسرب أسرار الصناعة الفرنسية للمصريين. هنا يقول لك بما تفسر فشل محاولة شق قناة السويس في عهد الحملة الفرنسية على مصر. ليه؟ قال لك بسبب خطأ في حسابات مستوى البحرين الأحمر والمتوسط. نيجي هنا
للسؤال الثاني اللي هيجيلك في الامتحان، هو ما النتائج المترتبة على، ما النتائج المترتبة على، يجيلك يا ولد ويقول لك ما النتائج على النمو السكاني المتزايد في بعض دول قارة آسيا. سكان كتير قوي يعني هيشربوا مية كتير، يبقى زيادة الطلب على المياه العذبة واستنزاف المياه الجوفية زي ما حصل في الهند. زي ايه يا حبيب قلبي؟ زي الهند. ده بينطبق على دولة اسمها الهند، وهي أكبر دول العالم سكانا، واللي بعدها الصين. طيب يقول لك هنا زيادة الطلب على الغذاء والمسكن. زيادة الطلب على الايه؟ على الغذاء والمسكن. يبقى تاني نتيجة هي زيادة الطلب على الايه؟ على الغذاء والمسكن، وزيادة الطلب على الطاقة الأحفورية. زيادة الطلب على الطاقة الايه؟ الطاقة الأحفورية هيحتاجوها كتير قوي، فتلاحظ ان بقى يزيد هناك الانبعاثات الحرارية، وتلاحظ ان في انبعاث كربوني، وتلاقي هناك في تغيرات مناخية. طيب هنا يقول لك ما النتائج المترتبة على زيادة تيارات الهجرة الداخلية اللي هي من الريف إلى المدن. لما زادت الهجرة الداخلية ده أدى إلى الضغط على البنية التحتية. أدى إلى إيه؟ الضغط على البنية التحتية وظهور العشوائيات. ظهور إيه؟ العشوائيات، مما يؤدي إلى الفقر والمرض والجهل. يبقى مما يؤدي إلى الفقر والمرض والجهل. يبقى دول كده من ضمن أشكال المتعلقة بالعشوائيات، اللي هو إيه؟ الفقر والمرض والجهل. دول شوية حاجات متعلقة بالعشوائيات. طيب يقول لك هنا اهتمت دولة اليابان وتبعها، يعني جه من بعدها، يعني أول حد اهتم كان اليابان، وتبعها دول آسيا وأوروبا. اهتموا بإيه؟ بكبار السن. كبار السن ده أدى إلى إطالة أعمارهم الافتراضية. بقى عندهم أعمار طويلة ما شاء الله، الله أكبر. ربنا بدهم طول العمر، كل كبار السن كلهم وكل أجدادنا كلهم ربنا رب يطول في عمرهم. طيب قال لك ومما أدى إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي. هنا دي غلطة، الاقتصاد الفضي وليس الأخضر. مما أدى إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي. طيب قال لك تصل فئة سن العمل في آسيا وأوروبا إلى ثلثي سكان القارة. فئة سن العمل أو قوة العمل في قارة آسيا وأوروبا هم تلتين سكان القارة، سواء آسيا أو حتى أوروبا. ده هيخليهم يمتلكوا قوة عمل تدعم الاقتصاد بشكل كبير. يبقى أدى إلى إيه؟ امتلاكهم إلى قوة العمل التي تدعم اقتصادهما. طيب إعادة حفر الصحابي عمرو بن العاص قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق، هركز هنا، عن طريق نهر النيل. أعاد حفر القناة اللي كانت بتربط منهم، اللي هي قناة سيزو-ستريس، أعاد حفرها من تاني. من ده عمرو بن العاص، صحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. مما أدى إلى أن نشطت التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. يبقى بقى فيه هناك تجارة شديدة قوي وموجودة بشكل كبير قوي بين مصر والحجاز، بسبب ايه؟ القناة اللي قعد حفرها الصحابي عمرو بن العاص، اللي سميت بخليج أمير المؤمنين. خليج أمير المؤمنين. طيب نيجي هنا، قال لك إرسال الخليفة العباسي قوة عسكرية. فاكر بقيادة مين؟ بقيادة محمد ابن سليمان إلى مصر. أدى ذلك إلى إيه؟ انتهاء الدولة الطولونية. انتهاء الدولة الطولونية وعادت مصر تحت حكم الخلافة العباسية. طيب هنا يقول لك الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. ركز أوي في السؤال ده. الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لما جه مصر ده أدى إلى إيه؟ أصبحت مصر
مركز الخلافة الفاطمية. أصبحت مصر وقتها هي مركز الخلافة الفاطمية. هنا يقول لك بقى ما النتائج المترتبة على هجوم أسراب من الجراد في قارتي آسيا وأوروبا. لما بقى فيه هجوم كبير قوي من الأسراب بتاعت الجراد بيهاجموا، بيروحوا فين؟ بيروحوا على المحاصيل الزراعية. ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى التهام الجراد. التهام الجراد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، يبقى بياكلوا كمية كبيرة قوي. حبيبي الجراد ده مش زي النحل ولا حتى زي الدبان. الجراد ده مش بيهاجم لوحده، بتلاقي اكتر من 1,000,000 جرادة مهاجمين على حتة واحدة، فيخلصوا كل الارض في لحظة، في غمضة عين يخلصوا كل الارض كلها. يبقى قال لك ايه؟ ادى ذلك الى التهام الجراد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية. طيب هنا يقول لك ما النتائج المترتبة على اعتماد الثورة الصناعية الرابعة. ركز معايا يا حبيب قلبي هنا السؤال ده. لو قال لك الثورة الصناعية الرابعة كانت مركزة على الذكاء الاصطناعي بس فقط لا غير، لما ركزت عليها ده أدى إلى بقى إيه؟ أدى إلى ظهور مصطلح الثورة الصناعية الخامسة اللي اعتمدته المفوضية الأوروبية للتوازن بين الإنسان والتكنولوجيا. يبقى لما الثورة الصناعية الرابعة ركزت بس على التكنولوجيا وعلى الذكاء الاصطناعي، ده خلى ايه؟ خلى ده يظهر مصطلح جديد اسمه الثورة الصناعية الخامسة، عشان خاطر هم ركزوا بس على الذكاء الاصطناعي. احنا عايزين نحقق بقى توازن بين الانسان والذكاء الاصطناعي، ما يبقاش كله عبارة عن ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا، يبقى في انسان يقدر يستغل التكنولوجيا نفسها. طيب هنا يقول لك غنى منطقة اللورين. منطقة اللورين اللي هي في شمال شرق فرنسا غنية بالأملاح والبوتاسيوم. هنقول ده أدى إلى إيه؟ اشتهار هذه المنطقة بالصناعات الكيماوية. طب يا حبيبي لو قال لك غنى منطقة اللورين بخامات الحديد، هنقول إما أدى إلى اشتهار هذه المنطقة بصناعة الحديد والصلب. صعب الكلام؟ طيب بما انك وصلت لحد هنا، فقبل ما نكمل ونخش على الجزء الاخير وهنخلصه بسرعه باذن الله، مش متبقي غير حاجات تافهه خالص واسئله سهله جدا، فركز معايا وصلي على حبيب قلبك يطيب واعمل لايك لو ما كنتش عملت لايك، واكتب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولو انت بتسال على تلخيص البوصله اللي فيها المنهج، انت اكيد دلوقتي اتاكدت ان هي جامده جدا. خد بالك انت برضه تقدر تطبعها من اي مكتبه، تطبعها A3 او A4. A3 دي مقاس كبير شويه، او حتى تطبعها على الورقه العاديه بتاعتنا اللي احنا بنطبعها في المذكرات. انت طبعتها المقاس الكبير افضل بكتير جدا، هتكون حتى سعرها رخيص مش حوار يعني. طب انت لو عوزتها هتعمل ايه؟ اكتب بس حجز، او هتلاقيني سايب رابط قناه الواتساب، خش عليها هتلاحظ هناك ان انا سايب برضو رقم تليفوني. لو ما لقيتش رقم تليفوني في قلب الوصف هتلاقيني سايب الرقم بتاعنا في قناه الواتس، او هتلاقيني سايبه في الوصف موجود عشان خاطر تتواصل وهنقول لك على التفاصيل. خد بالك كده كده سعرها يعني اقل من حرفيا سندوتش ممكن تجيبه. هو المفروض سعرها 30 بس انا عملت عليها خصم، بدل 30 هتكون ب20 جنيه فقط لا غير. هتاخد ملخص بتاع المنهج كله ورقه واحده وش وظهر، انما الملخص الكبير بتاع الPDF فده عادي بيس، ده فور فري. بس في كام سؤال مش موجود، يعني في كام سؤال انا سايبه حاططهم هنا، دول مهمين جدا ممكن تذاكرهم معايا في الفيديو، او لو حبيت تذاكر من الورقه وده احسن لك بكتير، او حتى من الموبايل تقدر تبعت لي او تبعت لنا على الواتساب واحنا هنبعت لك الملخص بتاع البوصله ب20 لا غير، مش اكتر من كده. ابعت هناك واعرف التفاصيل وكلمهم، قول لهم انا جاي لكم من جيش اليوتيوب عشان يديكوا الخصم ال20 بدل 30. اياك تنسى تقول لهم انت جاي من تبع اليوتيوب يا ولا، عشان خاطر تستمتع بالخصم. وشارك الفيديو لاصحابك عشان خاطر يوصل لاكبر عدد، وتشارك في الخير بشير. الله اكبر الله اعظم، ده اذان الفجر، هصلي الفجر وارجع اكمل بقيه الحصه. فلو انت الفيديو مر عليك وفي اذان صلي وارجع كمل المذاكره. حبايبي اللي مكملين معايا، يلا نكمل بقيه الاسئله عشان ناخد الدرجه الكامله في قلب الامتحان.
صلى على النبي وياك تكون تهت مني. طيب لو جه هنا قال لك من النتائج المترتبة على غنى منطقة القوقاز، غنية بالايه؟ غنية بالبترول. الكلام ده بالنسبة للصناعة. طيب ده ادى لايه؟ ادى الى قيام صناعة تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية. طيب هنا يقول لك غنى منطقة جبال الأورال غنية بالموارد المعدنية، مما أدى إلى قيام الصناعات الهندسية، معادن يعني حديد ويعني ألمونيوم وتنجستين وكل المعادن اللي بتخش في الصناعات الهندسية والصناعات الإلكترونية وكمان الصناعات الحربية. طيب هنا يقول لك وقوع معظم أجزاء قارة أوروبا في المنطقة المعتدلة، مما أدى إلى الكلام ده بالنسبة إيه يا حبايبي؟ بالنسبة للسياحة. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسياحة، مما أدى إلى أن أصبح مناخها معتدل معظم أيام السنة، مما أدى إلى مجيء أعداد كبيرة من السائحين إلى أوروبا في معظم أيام السنة. طيب ما النتائج المترتبة على وجود مواقع تراثية عالمية كتير قوي في أوروبا؟ ده أدى إلى أن أصبحت أوروبا هي المركز الأول في عدد المواقع التراثية. ما هي عندها مواقع تراثية كتير، فهي رقم واحد في المواقع التراثية وعدد السائحين. أوروبا واحد في المواقع التراثية، أوروبا واحد في عدد السائحين، أوروبا واحد في أعلى عائدات السياحة. يعني أكتر قارة بيجي لها عائدات، يعني أكتر قارة بيجي لها تقمنص، يعني فلوس نتيجة للسياحة. طيب وأصبحت هي واحدة من أهم المقومات البشرية. إيه هي؟ اللي هي المواقع التراثية هي أهم المقومات البشرية للجذب السياحي في دول القارة بتاعت أوروبا. طيب هنا يقول لك ما النتائج المترتبة على كثرة الرحلات السياحية وزيادة عدد السائحين؟ إن هي عندها رحلات سياحية كتير قوي وسياح كتير قوي. الكلام ده فين؟ في أوروبا. أكيد فلوس كتير بس هو هنا عاوز الآثار السلبية، عايز الآثار الايه؟ الآثار السلبية. فهتقوم قايل له أدى ذلك إلى إيه يا ولا؟ أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية، وأدى إلى تدهور الموارد الطبيعية، بقت تتدهور وتسوء من كتر الاستخدام والاستهلاك، وأدى إلى الازدحام الشديد، بقى في زحمة كتير قوي في المدن السياحية، والضغط على البنية التحتية، بقى في سياح كتير قوي بيستخدموا البنية التحتية زي الكباري والمتروهات والأنفاق والكباري ووسائل المواصلات كلها دي اسمها بنية تحتية، والشبكات بتاعت التليفون نفسه تلاقي سياح كتير موجودين فبيستخدموا نفس الأبراج بتاع الاتصالات، فتلاقي في ضغط، فتلاقي الشبكة وقعت، فده بيؤدي لضغط على البنية التحتية. طيب هنا يقول لك حدوث ثورانات بركانية متعاقبة متتالية. الكلام ده فين؟ في حديقة فاتنا كوكل الوطنية اللي هي اسمها الحقيقي. لو انت طالب مكمل معايا من زمان فانت هتكون عارف ان انا قلت لك ان اسمها فاتنا يوكل مش فاتنا كوكل، بس ممكن تقولها فاتنا كوكل او جوكل عشان خاطر تاخد الدرجة كاملة، ما تكتبهاش في الامتحان فاتنا يوكل، خليك بس عارف المعلومة. طيب ايه بقى النتيجة؟ ان في براكين هناك كتير، اكيد الناس هناك بتموت. الحقيقة لا، هي دي فعلا مخاطر بس ده ادى الى ان في انهيارات جليدية وان في فيضانات مفاجئة. يبقى من النتائج المترتبة على الآثار البركانية ادى ذلك الى حدوث انهيارات جليدية وفيضانات مفاجئة. وبص هنا بقى الحتة الجميلة، رب ضارة نافعة. قال لك ايه؟ ظهور سهول رملية. ظهور سهول ايه؟ سهول رملية وأودية فريدة من نوعها عشان الناس كلها تروح تعمل سياحة هناك. يبقى أصبح هناك في سهول رملية وأودية فريدة من نوعها نتيجة للانفجار البركاني المتكرر اللي بيحصل. طيب هنا يقول لك ما النتائج المترتبة على تطبيق
نظام التأشيرة الإلكترونية في بعض الدول الآسيوية. لما طبقوا نظام التأشيرة الإلكترونية بالأخص الإمارات وتركيا، ده أدى لإيه؟ سهل العملية بتاعت السياحة، سهل إجراءات الرحلات السياحية، سهل اجراءات الرحلات السياحيه. مين اللي عمل كده؟ الامارات وتركيا. طيب ما النتائج المترتبه على سؤال متكرر نجاح الاتحاد الاوروبي في اصدار عمله اوروبيه موحده اللي هي اليورو، اللي هي اليورو. ده ادى الى تحقيق وحده اقتصاديه بين اعضاء الاتحاد الاوروبي. طيب ما النتائج المترتبه على الصدام بين المماليك والبرتغاليين؟ ده بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح دخلوا في حرب، مما ادى الى انتصار البرتغاليين وهزيمه المماليك وتحطم اسطول المماليك، اتحطم الاسطول البحري بتاع المماليك كله. طيب ما النتائج المترتبه على موقعة جلديران اللي بين الدوله العثمانيه والدوله الصفويه في ايران؟ ادى ذلك الى انتصار الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول على الصفويين. طيب ما النتائج المترتبة على ضم السلطان سليم الأول لبلاد الحجاز؟ مهم أوي الحتة دي. أصبح اسمه حمى الحرمين الشريفين، هو حامي الحرمين الشريفين. طيب كسر مدة حكم الولاة في العثمانيين لما مدة حكم الوالي بقت قصيرة. احنا عارفين ان هي قصيرة عشان خاطر ما ينفردش الوالي بالحكم، بس احنا هنا بنتكلم على الوالي اللي بيحكم لمدة شهر فقط، ما يكملش شهر ويجي غيره، ما يكملش شهر ويجي غيره، يقعد سنة ويجي غيره يقعد شهر. بقى من الاخر المدة نفسها بقت قصيرة او بغباوة. ده ادى الى ضعف نفوذ الولاة العثمانيين، ضعف نفوذ الولاة، ضعف وجودهم، بقى لهمش لهم قوة لا هيبة، بقوا ضعاف، مما ادى الى استعادة المماليك جانب كبير من قوتهم. بقى المماليك نفسهم قدروا يرجعوا قوتهم اللي كانوا فقدوها من تاني، رجعوها بالاخص مع علي بيك الكبير. طيب مما ادى الى اهمال موارد مصر ومشروعات الري. وانا هنا اقول لك ان الوالي جاي عارف ان هو مش هيكمل شهر وهيتشال، فهو عاوز يسرق بسرعه، فيعمل هيركز في مشروعات الري؟ لا. طب اللي يجي بعده نفس النظام، هيقعد له كام شهر وهيتشال، فبرضه نفس النظام ما يركزش في مشروعات الري ولا اي حاجه في الموارد، هيركز بس على الهدف بتاعه، مما يؤدي الى اهمال موارد مصر ومشروعات الري. طيب هنا علي بيك الكبير اللي استقل بمصر، اللي هو احد المماليك اللي قدر يستعيد قوتهم نتيجه ضعف النفوذ الولاة، ده ادى الى قال لك ان هو اصلا فشل في الاخر، ما نجحتش الحركه بتاعته، فشلت، مما ادى الى عوده مصر ولايه عثمانيه. في عهد علي بيك الكبير مصر استقلت، ولكن فشلت الحركة، مما أدى إلى عودة مصر ولاية عثمانية وتعيين محمد بيك أبو الدهب اللي خان علي بيك الكبير، كان صاحبه وحبيبه ودراعه اليمين والنائب بتاعه. اتعاون محمد بيك أبو الدهب مع السلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، فقتله وحكم مصر وأصبح والي على مصر، يعني أصبح شيخ البلد، أصبح شيخ البلد، وأصبح يحكم مصر تحت حكم الدولة العثمانية، فعادت مصر ولاية عثمانية وتم تعيين محمد بيك أبو الدهب واليا على مصر. طيب ما النتائج المترتبة على قيام معركة شبرخيت؟ خلاص احنا قربنا ننهي يا ولا. ما النتائج المترتبة على قيام معركة شبرخيت؟ قال لك ادى ذلك الى انتصار الفرنسيين وهزيمة المماليك واضطرار المماليك التقهقر، يعني رجعوا لورا الى الجنوب للدفاع عن القاهرة، ورابطوا يعني قعدوا في امبابة، عشان كده هتحصل معركة امبابة او موقعة امبابة، برضو خسروا فيها من الحملة الفرنسية برضو. طيب هنا قال لك معركة ابي قير البحرية اللي بين اسطول الحملة الفرنسي والاسطول البريطاني، ده ادى الى تدمير اسطول الحملة الفرنسية وانقطاع الاتصال بين نابليون
في فرنسا، نابليون في مصر وفرنسا، مما أدى إلى حرمان الحملة الفرنسية من أي إمدادات من فرنسا. السؤال اللي عليه الدور، ركز معايا، قال لك تعد إيطاليا واليونان من أكثر الدول الأوروبية استقبالا للهجرة غير القانونية. إيه الدليل؟ قال لك لأنهم بيستقبلوا أكثر من 3/4 المهاجرين غير الشرعيين اللي جايين للقارة. هنا يقول لك تعد آسيا القارة الأكثر تنوعا في اللغة أو الأكثر ثراء في اللغة في العالم. ليه؟ عندهم 2300 لغة، هم أكتر قارة فيها لغات. يبقى قال لك حيث تضم ثلث إجمالي اللغات في العالم. أبرز هذه اللغات حبيب قلبي اللغة العربية، هي اللغة التي وحدت بلاد العالم الإسلامي وعمد على إثراء التراث الإسلامي ووحدة وطنية بين الوطن العربي. هي اللغة العربية لها أثر إيجابي. واللغة الصينية برضو مشهورة هناك، واللغة الهندية واللغة الفارسية، دول أشهر لغات قارة آسيا. طيب نيجي هنا يا حبيب قلبي ونركز على باقي الأسئلة. هنا قال لك إيه الدليل أو دلل على أن تضم قارة أوروبا لغات ذات تأثير عالمي، يعني ليها تأثير في العالم. ده أصلا فيها لغات بتنتشر في العديد من دول العالم، زي اللغة الإنجليزية، زي اللغة الألمانية، زي اللغة الفرنسية، زي اللغة الإسبانية، زي اللغة الإيطالية. دي كلها لغات منتشرة في العالم كلها. طيب ما دلل على أن أثرت اللغة العربية على الهوية الثقافية والسياسية لبعض دول قارة آسيا. أقول حيث أن أسهمت في وحدة الدول العربية، قلنا من شوية، وثراء التراث الإسلامي والعربي. طيب هنا يقول لك لعبت اللغة دورا مهما وواضحا في ترسيم، يعني رسم الحدود السياسية في قارة أوروبا. هقول لأن تم الترسيم الحدود السياسية في وسط أوروبا على أساس اللغة. على أساس اللغة. الكلام ده بعد الحرب العالمية الأولى مش الثانية. الحرب العالمية الأولى. طيب اهتمام دول قارتي آسيا وأوروبا بتعليم كبار السن. لما هم قدموا لهم، هقول إن هم أصلا بالفعل قدموا لهم دورات تعليم للفئة العمرية دي اللي هو كبار السن، مما أكسبهم الثقة الذاتية. بقى عندهم ثقة في نفسهم وتبادل خبراتهم ومعرفة حقوقهم وحماية حقوقهم أيضا. يبقى مما أكسبهم ثقة في أنفسهم وتبادل الخبرات ومعرفة حقوقهم وكيفية حمايتها. طيب هنا يقول لك دلل على أن تعاني بعض دول قارة آسيا من انتشار بعض الأمراض. هقول له ينتشر فيها بعض الأمراض زي الملاريا اللي منتشرة في المناطق الاستوائية، بالأخص إندونيسيا هي أكثر مناطق آسيا عرضة لمرضى الملاريا، هي إندونيسيا لأنها منطقة استوائية. طيب عندهم برضو أمراض الإيدز اللي هو فيروس نقص المناعة البشري، ربنا رب يحفظنا. عندهم الكوليرا، عندهم الالتهاب الكبدي. فدي أمراض منتشرة بشكل كبير في قارة آسيا. برضو في أمراض منتشرة في قارة أوروبا، ربنا يحفظ الجميع. قال لك تنتشر أمراض في قارة أوروبا زي أمراض القلب والأوعية الدموية. عندهم مرض القلب والأوعية الدموية اللي هي الجلطات والشرايين والحاجات دي كلها. عندهم مرض السرطان، ربنا يحفظنا. عندهم مرض السكر اللي هو السكري. أمراض الجهاز التنفسي المزمنة زي الربو، حفظكم الله، زي الربو. طيب في بعض الحرف التراثية مشهورة قوي في آسيا وأوروبا، أنا هحفظها لك دلوقتي، ركز معايا. لو قال لك رسم على خشب هتقول له موجودة في كوريا. رسم على خشب فين؟ في كوريا وفي الدول الإسكندنافية. بالإضافة إلى بعض دول شرق أوروبا، بس ركز لي على كوريا والدول الإسكندنافية. طيب هنا لو قال لك صناعة الفخار اليدوي، فخار يدوي يعني فيتنام، فخار
فخار فيتنام وإسبانيا. طيب صناعة الحرير اليدوي والسجاد اليدوي، ركز معايا كده، الحرير يدوي والسجاد اليدوي، الحرير يدوي والسجاد اليدوي. هقول لك الحرير والسجاد موجودين في الهند، الحرير والسجاد في الهند، ولكن الحرير مع الهند بيجي معاها الصين، الحرير مع الهند بيجي معاها الصين، فالحرير معاها الصين والهند. ولكن السجاد في دولة فرشت اللي ما يتسموا، فرشتها مع الأرض في كده شوية أحداث حصلت وفرشوهم مع الأرض وغطوا عليهم، فدي اسمها إيه؟ سجادة أهي، فرشوهم أهو، فرشوا اللي ما يتسموا، دي اسمها ايه يا ولا؟ اسمها سجاد يا ولا، اسمها ايه؟ اسمها سجاد. يبقى قال لك السجاد اليدوي في ايران اللي فرشوا ما يتسموا. طيب هنا يقول لك صناعة السجاد اليدوي في ايران والهند، والحرير اليدوي الصين والهند، ولكن صناعة الزجاج اتكلم فيها عن ايطاليا. طيب يقول لك أكد صلح الإسكندرية على مبدأ الحرية الدينية واحترام الآخر. دلل أو فعلا ده تضمن حقوق لليهود نفسهم وحقوق كمان للمسيحيين يا حبيب قلبي. الكلام ده لما عمرو بن العاص تعهد ليهم ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء، محدش هيقرب للكنائس، وأن يبقى اليهود في الإسكندرية، مش حد من اليهود يمشي بره الإسكندرية، خليك مكانك عادي. طيب هنا يقول لك منح صلح الإسكندرية الأمان بس للحامية الرومية نفسهم، الرومان نفسهم الأعداء كان لهم أمان حيث أن كان من شروط صلح الإسكندرية أن يتم ترحيل الحامية الرومية عن طريق البحر، ويحمل الجنود معهم، ياخدوا معاهم متاعهم وأموالهم وهم آمنون على ذلك، يعني هيروحوا بحاجتهم وهم مطمنين ما يخافوش على نفسهم. طيب هنا يجي لك بيقول لك ايه؟ أعطى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأهل مصر مثالا للسماحة في الإسلام، حيث منح عمرو بن العاص أهل مصر الحرية الدينية براحتك، اختار الديانة اللي انت عاوزها براحتك، وحماية أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بيهم، يعني انت براحتك اعبد ما تشاء براحتك، وكمان ده انا هحافظ على فلوسك ايا كان ديانتك ايه، وهحمي عبادتك وهحمي مكان عبادتك كمان. طيب هنا يقول لك ما هي مهام صاحب الشرطة، او دل على ان كان هناك عدة مهام لصاحب الشرطة. هقول له هو كان من مهامه المحافظة على الامن الداخلي عن طريق ان هو يمنع قيام الجريمة، يحافظ على الامن مفيش جريمة. طيب لو الجريمة قامت يعمل ايه؟ يقبض على الجناه، يعني حصل جريمة يقبض عليهم ويسلمهم للمحكمة ويقضوا بحكم بقرار وقضاء معين، وهناك بقى هيبدأ ينفذ العقوبات التي يحكم بها القضاء. بعد ما مسك الجاني هو في الأول بيحافظ على الأمن الداخلي عشان يمنع الجريمة، بس حصل جريمة هيمسك الجاني وهيسلمه القاضي يقضي بحكم، ثم ينفذ العقوبة التي يحكم بها القاضي. بعيدا عن كده ركز لي هنا الإنابة عن الوالي في أداء مهامه، الإنابة عن الوالي في أداء مهامه حال غياب الوالي عن منصبه، لما يغيب الوالي عن المنصب بتاعه هو بياخد مكانه. دل على أن حرصت الدولة الطولونية يا حبيب قلبي على تنمية الأنشطة الاقتصادية في مصر، كانت مركزة مع الفلوس في مصر. عملت ايه؟ ألغت عديد من الضرائب، كتير قوي من الضرائب ألغوها بتوع الطولونيين، واهتموا بالزراعة، وكمان طوروا صناعة النسيج اللي كانت مشهورة في الإسكندرية ودمياط. النسيج في الدولة الطولونية اشتهروا في منطقتين، الإسكندرية ودمياط. اهتموا بصناعة الأسلحة. صناعة ايه يا حبيب قلبي؟ صناعة الأسلحة دي في الصناعة يعني. طيب استغلال موقع مصر، ركز هنا، استغلال موقع مصر واستقرار البلاد في رواج التجارة الداخلية والخارجية. يقول لك بما تفسر
رواج التجارة الداخلية والخارجية في عهد الطولونيين. اشتهرت التجارة الداخلية والخارجية بسبب استغلال موقع مصر واستقرار البلاد، لأنهم استغلوا موقع مصر واستقرار البلاد. ما النتائج المترتبة على استغلال موقع مصر واستقرار البلاد؟ أدى ذلك إلى رواج التجارة الداخلية والخارجية. معنى كده يا حبيب قلبي ممكن يسألك جوه السؤال نفسه سؤال، ممكن يختار لك كده إجابة من الأسئلة ويسألك فيها نفسها، فركز وصحصح للسؤال عشان تعرف تجاوب. المنهج كامل قصادك، بس الشاطر اللي يفهم عشان يعرف يجاوب. طيب هنا يقول لك اهتمام سلاطين الدولة العثمانية، سلاطين الدولة الأيوبية بالجيش والأسطول. سلاطين الدولة الأيوبية اهتموا بالجيش والأسطول؟ طب اثبت انهم اهتموا. هقول لك لانهم اسسوا جيش واسطول بحري قوي، كان عندهم جيش قوي واسطول بحري قوي، هم اسسوا ده. ايه تاني؟ دول اهتموا كمان ان هم يعملوا دار صناعة الجزيرة. دار صناعة ايه؟ الجزيرة اللي هي جزيرة منيا للروضة موجودة في القاهرة. يبقى هم اهتموا بإنشاء دار صناعة الجزيرة اللي هي جزيرة منيا للروضة اللي موجودة في القاهرة يا حبيب قلبي. طيب هنا قال لك ايه؟ تعد قارة آسيا من أعلى قارات العالم إنتاجا لمحاصيل المنبهات اللي مش موجودة في قارة أوروبا. طيب ايه هي المنبهات دي؟ شاي، قهوة، كاكاو. ليه آسيا رقم واحد فيها؟ أقول له أول دليل إن هي الأولى في إنتاج الشاي. آسيا رقم واحد في الشاي، وهي الثانية في إنتاج البن، عندها لوحدها تلت الإنتاج العالمي من البن، هي الثانية في إنتاج البن، وهي الثالثة في إنتاج الكاكاو، حوالي عشر الإنتاج العالمي، عشر الإنتاج العالمي. يقول لك انتقلت الثورة الصناعية الأولى بين عديد من الدول. اثبت لي. هقول له لأنها انتقلت إلى بعض الدول الأوروبية. هي الأول ظهرت في بريطانيا لما العالم الاسكتلندي جيمس وات اخترع المحرك البخاري، فظهرت في بريطانيا وانتقلت إلى أرجاء دول أوروبا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. راحت للولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية، ثم بدأت بالاتجاه إلى آسيا. ظهرت لأول مرة في آسيا في اليابان، بعد اليابان ظهرت في الصين والهند وبقيت دول آسيا. طيب هنا يقول لك اتبعت ألمانيا عدة أساليب للتحول الأخضر. مين دي؟ ألمانيا يا حبيب قلبي. قال لك الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، إن ميبقاش في أي انبعاث كربوني يا شباب. ركزوا معايا يا حبايب قلبي. هنا قال لك لأنها انتقلت إلى الطاقة المتجددة النظيفة للبيئة، الكهرباء والحاجات دي كلها. طيب هنا قال لك تقليل الانبعاثات الكربونية. طيب لو قال لك دلل على أن يوجد بقارة أوروبا عديد من الأماكن. في أوروبا عندهم أماكن أثرية كتير قوي شهيرة مشهورة. هقول لك زي إيه؟ عندهم برج إيفل في باريس في فرنسا، عندهم قصر الحمراء في إسبانيا، عندهم مدرج الكولوسيوم هو أكبر مدرج موجود في روما للألعاب والمصارعة، اسمه مدرج الكولوسيوم. حبيب قلبي احنا خلاص خلصنا. صح معايا وركز يلا. هنا لو قال لك بقى ايه؟ صغر كده شوية. لو جه قال لك تتمتع قارة آسيا بعديد من المناطق الأثرية الجاذبة للسياحة. اثبت. هقول له ان عندها سور الصين العظيم، سور الصين العظيم في الصين، عندهم مدينة البتراء في الأردن غرب آسيا، عندهم قصر تاج محل في الهند، عندهم مدينة القدس القديمة، مدينة القدس القديمة. نقول لهم انتوا في قلوبنا يا حبايب قلوبنا. طيب تختلف قوة شبكات البنية التحتية في قارة آسيا من دولة لأخرى؟ في دول عندهم البنية التحتية قوية قوي. زي ايه؟ زي اليابان، زي الصين، زي كوريا الجنوبية مش الشمالية، والإمارات. بينما نجدها أقل تطورا. بنلاقي شبكات البنية التحتية أقل تطورا في بعض الدول التانية زي كمبوديا وزي أفغانستان وزي اليمن. يبقى كمبوديا وأفغانستان واليمن هي الدول اللي فيها بنية تحتية
ضعيفة قوي. طيب تتنوع المناطق السياحية في اللي هي ذات الأهمية العالمية بدولة الصين. هقول له ده عندهم هضبة التبت، ودي أحد أشهر المعالم السياحية في العالم، هضبة التبت. عندهم سور الصين العظيم، وده بيمثل موقع تاريخي مهم قوي الناس بتحب تزوره. وعندهم محميات دباندا سيشوان العملاق، عندهم محميات متخصصة في الدب الباندا. طيب هنا اقول لك خد بالك بقى الحته مهمه قوي، لمحميات دباندا سيشوان العملاق دور مهم في حمايه التنوع البيئي. هقول له ده عندها بتضم 7 محميات طبيعيه وكمان 9 متنزهات. فين؟ في الصين يا حبيب قلبي، بها أكثر من 30% من حيوانات الباندا العملاقة المعرضة للانقراض، يعني عندها 30% لوحدها. طيب تعد من أكثر مواقع العالم في الثروة النباتية بس بعد الغابات المدارية المطيرة، لأنها بتضم حوالي أكثر من 5000 نوع من النباتات. يعني المحميات دي بتضم لوحدها أكتر من 5000 نوع من النباتات. طيب هنا قال لك إيه؟ تتعدد المعوقات التي تواجه النشاط السياحي في دولة أفغانستان. ليه أفغانستان عندها شوية مشاكل بتمنعها من السياحة؟ قال لك بسبب ضعف في شبكات البنية التحتية، عندها مشكلة في البنية التحتية، وعندها مشكلة في النقل الجوي، وعندها بعض المشاكل السياسية. يبقى دي معوقات، شوية مشاكل بتواجه أفغانستان. لكن هنا قال لك دل على أن يعمل مجلس التعاون لدول الخليج العربي على إرساء الأمن والسلام، بيحافظ على الأمن والسلام لدول الأعضاء بتاعته. هنقول إيه؟ حيث أن يقوم بمكافحة الإرهاب، بص بالحته بقى، والجريمه المنظمه، ودي اخطر جريمه في العالم هي الجريمه المنظمه. الكلام ده من خلال ايه؟ من خلال تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وتنسيق الجهود الامنيه وتطبيق مبادئ حقوق الانسان. فيقول لك اثبت ان هناك جانب انساني لدول مجلس التعاون الخليجي العربي. هقول انه عمل على تطبيق مبادئ ايه؟ مبادئ حقوق الإنسان. طيب هنا يقول لك تعمل مصر على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون. هل مصر فعلا ليها علاقة كويسة؟ أكبر دليل إن على المستوى السياسي والأمني تم عمل وتوقيع مذكرة اسمها مذكرة تفاهم. ده للتشاور السياسي بين مصر، التشاور السياسي بين مصر والأمانة العامة بتاعة دول المجلس. يبقى مجلس التعاون عنده حاجة اسمها الأمانة العامة. مصر وقعت على مذكرة اسمها تفاهم للتشاور السياسي بين مصر والأمانة العامة بتاعة مجلس التعاون. ولكن على المستوى الاقتصادي التقمنص آخر فترة شهدت السنوات الأخيرة تدفقات استثمارية خليجية كبيرة إلى مصر في مجالات مختلفة. يبقى ظهر الفترة الأخيرة بعض المشاريع الخليجية على أرض مصر كاستثمار حقيقي وفلوس حقيقية. فده معناه إن في علاقة اقتصادية قوية قوي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. طيب يوجد تعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. ركز يا ولا، في تعاون ده هما الاثنين تولوا رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. الاثنين لوحدهم هما تولوا رئاسة المنتدى لوحدهم. طيب الاثنين يتعاونوا عشان يواجهوا الجريمة المنظمة، بالأخص تهريب المهاجرين. بالأخص تهريب المهاجرين. طيب برضه تعاونوا بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأوروبية. هل هناك علاقة بين مصر ورابطة آسيان بشكل كويس؟ هقول لك لو تفتكر ان انا قلت لك ان في معاهدة اسمها معاهدة صداقة بين مصر ودول آسيان، اركن دي على جنب. بالإضافة لده الفترة الأخيرة بقى في زيادة في الصادرات والواردات بين مصر وبين آسيان. من الآخر بقى في زيادة أو في الصادرات والواردات بين مصر ودول رابطة آسيان.
طيب ايه تاني؟ قال لك ان اصلا في الاف الطلاب اللي بيجوا لنا من دول الرابطه بيجوا في الازهر الشريف عشان يدرسوا في الازهر الشريف، فده ان ده اللي يدل على ان في علاقه قويه بين مصر ودول رابطه اسيا. طيب هنا يقول لك ايه؟ يقول لك تعددت مهام الوالي بمصر. كان ليه مهام؟ ده هو كان مسؤول عن ابلاغ اوامر السلطان، بيبلغ مين؟ الحكومه والشعب، وكمان مراقبة تنفيذ تلك الأوامر. يبقى هو كان بيبلغ الشعب والحكومة بأوامر السلطان ويراقب تنفيذ تلك الأوامر. طيب يقول لك دليل على أن أدخل العثمانيون عدة تعديلات على نظام القضاء في مصر. العثمانيون ألغوا سلطة قضاة المذاهب الأربعة. احنا عندنا 4 مذاهب، هم ألغوا القضاء بتاعتهم، بقاش في حاجه اسمها قضاه مذهب كذا ومذهب كذا، لا. قال لك وجعلوا جميع الامور الشرعيه بيد قاضي واحد من الاستانه اللي هي اسطنبول. خلوا كل الامور الشرعيه كلها في ايد قاضي واحد تركي هيجي من الاستانه اللي هي اسطنبول يجي على مصر. هنا نركز في السؤال الجاي ده. قال لك لم تكن الحمله الفرنسيه على مصر حمله عسكريه تقليديه. هقول له لان نابليون فيها اصطحب الى مجموعه كبيره من العلماء والفنانين في مختلف المجالات، واحنا عارفين ليه. طيب تعددت الانجازات العلميه والفكريه للحمله الفرنسيه. اثبت ان كان فعلا في انجازات. اول حاجه انشأوا المجمع العلمي المصري اللي بالفعل كان له دور كبير قوي في دراسه مصر من جميع النواحي كتير قوي، وكان كمان له دور في نشر المعرفه. طيب يبقى نركز قوي ان هو عملوا ايه؟ انشأوا المجمع العلمي المصري. جميل. بعد كده قال لك ده عملوا كمان موسوعه وصف مصر. كان في موسوعه اسمها وصف مصر، دي مهمه جدا. وفكوا رموز حجر رشيد اللي ساعدنا في التعرف على الحضاره المصريه القديمه. ايه تاني؟ طبعا اللي فكها العالم شامبليون، هو اللي فك حجر رشيد. طيب محاوله شق قناه السويس هي المحاوله التي فشلت، واحنا عرفنا ايه هي اسباب فشل المحاوله دي. يبقى دي انجازات العلميه الخاصه بالثوره الفرنسيه. لو جه قال لك دليل على ان اهتم المسلمين، تعبت والله العظيم، بس انا مبسوط. الحماس فوق قوي لان الفيديو اللي فات كسر الدنيا، وان شاء الله ده كمان هيكسر الدنيا. فركز وصحصح وذاكر، ما تيأسش. خلاص المنهج خلص، خلاص احنا رجعنا، خلاص الامتحان قرب، وهترتاح وتريح كده وترخي اعصابك. ركز هنا. قال لك اهتم المسلمين بانشاء المدن الجديده. هقول له فعلا المسلمين انشأوا مدن كتير قوي جديده، زي الفسطاط، انشأوا الجيزه، انشأوا حلوان، انشأوا عسكر. كان لمحمد ابن طغج الإخشيد. محمد بن طغج الإخشيد كان له دور بارز في التاريخ العسكري. ده تصدى للدولة الفاطمية ومنعهم من الاستيلاء على مصر. محمد بن طغج الإخشيد في فترته في الدولة الإخشيدية هو تصدى للحملة الفاطمية ومنعهم من دخول مصر، فكان له دور تاريخي مهم قوي. طيب كان للأيوبيون دور بارز في التصدي للخطر الصليبي. دول تصدوا ل4 حملات صليبية وحافظوا على العالم الإسلامي من بطش الصليبيين. طيب المماليك هل ليهم دور؟ قال لك دور لا يقل عن أهمية دور الأيوبيون، حيث أنهم أنهوا الوجود الصليبي والمغولي. قضوا على المغول وقضوا على الصليبيين بشكل نهائي عن العالم الإسلامي، أنهوا وجودهم عن العالم الإسلامي وحافظوا على العالم الإسلامي. وبكده نكون حبايب قلبي ويا شباب خلصنا منهج تانية إعدادي للمرة ال1000 تقريبا. فأنت لو ما كنتش طالب معايا من أول السنة أعتقد ده كفاية كتير جدا عليك إن يخليك تقفل الامتحان وتضمن الدرجة في جيبك. ولو أنت عاوز تقفل درجة بجد وعاوز تراجع من تاني مع نفسك التلخيصة بتاعت البوصلة، عاوزها عشان تطبعها أو حتى تذاكر منها على الموبايل عندك، فابعت رسالة على الأرقام اللي هتظهر لك على الشاشة واللي هسيبها لك في الوصف،
وهسيب لك رابط قناه الواتساب عشان تتابع كل جديد لحد يوم امتحانك. عشان لو في اي سؤال حبيت ازوده لك كمان هتلاقيه على قناه الواتساب. عشان كمان السنه الجايه هعمل لك سيل جامد جدا لو هناخد اونلاين باذن الله تعالى. اياك تنسى تقول ان انت جاي من جيش اليوتيوب عشان خاطر يدوك البوصله، ملف البوصله عشان خاطر تذاكر منه، بس هتاخده بخصم 20 جنيه بدل من 30 جنيه. ده سعر هابط خالص. انت بنفسك شفت المستوى بتاع التلخيصه عامل ازاي؟ الله اكبر، خرافه. لما المنهج كله تخليك بيرفكت وانت داخل الامتحان. هتلاقي لينك صفحه الفيسبوك بتاعتي في الوصف، وهتلاقي رقم بتاعنا على الواتساب. وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.